المقلب اللي خدناه من شركة العدل سنة 99. أهلا بكم حلقة جديدة من نوع مختلف عن فيلم جميل كنت تابعته من فترة وقع تحت عيني من كام يوم. الفيلم الرهيب ده لمحمد هنيدي وهو فيلم همام في امستردام. فيلم همام في امستردام واحد من أجمد أفلام هنيدي في فترة التسعينات اللي كانت مليانة نجوم كتير وهنيدي نجم من ضمنهم. الفيلم عبارة عن قصة ملحمية بسيطة بتتكلم عن شاب اسمه همام، واحد من الشباب المصريين الأقوياء واللي أبوه واحد من الأبطال هو وجده، وطول الوقت شغال في شغلانات بسيطة ومش لاقي نفسه في أي شغلانة منهم، وكمان طول الوقت في طريقه بيقابل أم فرحات واللي بتطلب منه إن هو يوصلها وبتكون تقيلة جدا عليه طول الوقت، ومش عارف يسندها لا هو ولا أي حد من أصحابه، وكمان مش عارف يتجوز البنت اللي بيحبها، ولما راح لوالدها عشان يتقدم ليه اترفض، وبيفكر يسافر عشان يبني مستقبله لكن خطيبته بتسبق الأحداث وبتتجوز فبيتضايق جدا عشانها، وبيكمل في طريق كفاحه عشان يقدر يشرف نفسه. دي القصة اللي كلنا عارفينها لكن فيها بعض الغلطات، منها مثلا في أول الفيلم لما قالوا إن الفيزا دي ممكن تكون مش سليمة، لما عملها عند سانتوس تحت الأرض راح يتأكد من السفارة الهولندية وقابله موظف هو ونانا أو اللي كان في الفيلم الموظف واللي كان بيقوم بدوره سليمان عيد، وبسرعة جدا اتحركوا وراه كأنهم يعرفوه من زمان مع إن مفيش أي علامة تقول إن هو موظف ولا حاجة. وكمان المفاجأة التانية إن هو طلع لهم من جيبه عنوان جاهز كأنه عارف إن هما مستنيينه وجايين وهيطلبوا منه عنوان يطلعوا منه فيزا تانية. الغلطة التانية ازاي قدر همام يجمع فلوس التذكرة ومصاريف السفر بعد شهر واحد بس من قراية الفاتحة مع خطيبته واللي كان اسمها ايمان، مع انه وقتها كان بيقول ان معهوش اي فلوس يقدر يتجوز بيها. الغلطة التالتة لما راح سكن مع مجموعة من الشباب العرب في شقة في هولندا، وجي واحد من الجيران يتخانق مع شاب منهم لانه بياكل زمايله اكل قطط وكلاب، وهنيدي ومحمود البزاوي مش واخدين بالهم وكأن الموضوع جديد عليهم، مع ان كان في شاب فلسطيني موجود معاهم في نفس الشقه وما اهتمش بالموضوع ده قبل كده ولا حتى نبههم ليه. ثم ايه اللي خلى الراجل الهولندي اصلا يدخل يتكلم معاهم من الاساس؟ ما يمكن عندهم قطط ومربينها وبياكلوها من الاكل ده. بس برضه مش دي المشكله، لما سافر امستردام وقابل واحد اسمه يودا واتعرف عليه وكانت افكارهم مش متفقه نهائي مع بعض، وده لان يودا في يوم من الايام لقى همام لابس تيشيرت عليه علامه النازيه، ومن وقتها بدا يضطهد همام وينتقم منه ويحطه في دماغه ويتعامل معاه على انه عدو ليه، وكان بيأذيه بكل الطرق، منها مثلا انه يستنى بعد ما همام ينظف الحمام اللي بيشتغل فيه ويبوظه بالصابون وهو عارف ان في زياره جايه للفندق والمدير هيلف بيهم في كل اماكن الفندق بما فيها الحمام اللي بينظفه همام، وبيتسبب لهمام في مشكله كبيره. ومش كده وبس، همام بيكون في يوم من الايام جوه مكتب المدير وبيقرر يشغل اسطوانه اوبر عايده اللي بيحبها المدير جدا، واول ما بيمسك همام الاسطوانه بيلاقيها مكسوره، وفي نفس اللحظه بيدخل المدير عليه ومعاه يودا، وبيبان الموضوع كأن همام هو اللي كسر الاسطوانه، وبرضه مش مفهوم التويست ده وبرضه هنعديه. وانا بتفرج على الفيلم لقيت نفسي بسأل السؤال بيقول ما هو لو كان في كاميرات مراقبه كانوا قدروا يعرفوا اداره الفندق ان يودا هو السبب في كل المشاكل دي وان همام بريء منها، وده خلاني اجري على جوجل بسرعه واكتب سؤال هل فعلا كان في كاميرات مراقبه في هولندا وكانت موجوده سنه كام؟ وكانت الصدمه، كاميرات المراقبه موجوده في هولندا وبالتحديد في امستردام سنه 1977، والفيلم ده تم انتاجه سنه 1999، يعني بعد سنتين كاملين من وجود كاميرات المراقبه في امستردام كلها، لكن وقتها ما كانش فيه كاميرات خالص في مصر. فاعتقد ان دكتور مدحت العدل مؤلف الفيلم كتب الحكايه على انها في مصر اللي ما فيهاش كاميرات، وحاول يقنعنا ان في هولندا سنه 99 برضه ما كانش فيه اي كاميرات لا في فنادق ولا في الشوارع ولا في المولات والميادين. مش عاوزين نكبر الموضوع، هو عباره عن فكره جت في بالي ولما دورت وراها لقيتها فعلا حقيقيه، لكن برضه هيفضل فيلم همام في امستردام واحد من افضل الافلام الجميله في تاريخ هنيدي في فتره التسعينات. شكرا ليكم واستنونا في فيديوهات جايه اتمنى تكون ممتعه.